بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثيه نظيفه. مستر مارسيل كولر ما منحش راحه سلبيه، الفريق استأنف تدريباته امس، كان طبعا في تدريب استشفائي للمجموعه اللي شاركت في مباراه الهلال السوداني مع بعض الجوانب الخططيه والبدنيه لبعض اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه. النهارده الفريق طبعا بيستأنف تدريباته واستعداداته لمباراه المحله. مستر مارسيل كولر قبل انطلاق المران عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، يعني خليني اقول لك ان المحاضره انقسمت الى شقين، شق خاص بالتحضير للفتره القادمه، ويعني اثنى على اللاعبين وشكر اللاعبين طبعا على ادائهم في مباراة الهلال السوداني، وطالب اللاعبين بنسيان مباراة الهلال السوداني وضرورة عدم النظر لمباراة النهائي أمام فريق بيراميدز. قال عندنا مباراة مهمة جدا هي مباراة المحلة، مباراة من المواجهات الصعبة جدا، مش عايزين احنا أي حديث عن مباراة بيراميدز، مباراة نهائي كأس مصر، كل حديثنا بينصب حاليا على مباراة المحلة وضرورة تحقيق الانتصار طبعا، وضرورة استغلال هذه المواجهات. طبعا النادي الأهلي أو مستر مارسيل كولر طبعا هدفه إنه يحسم الدوري بدري هذا الموسم، وطلب باللاعبين طبعا يعني ان هو ينفذ، اللعيبه تنفذ هذه الامور طبعا التدريب اللي النهارده، وده اللي هيطبقه ان شاء الله في المباراه امام المحله. طبعا مباراه الجوله 23 اللي هتكون على استاد القاهره في تمام الساعه 9:15 النهارده. محمود متولي بينضم للتدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، والاول مره من فتره طويله. النادي الاهلي طبعا باستثناء اكرم توفيق وكريم فؤاد، النادي الاهلي ما شاء الله الحمد لله خالي من الاصابات. النهارده محمود متولي بيشارك في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، واصبح من الناحيه الطبيه جاهز لهذه المباراه. النهارده مستر مارسيل كولر بيجيله المران الجماعي بالكامل.